ما تعلمتوش من الدرس ديال هاتو المغرب، بغيتو المغرب وهاكو المغرب. 3-0 بالصحة والراحة. زوم على الكرة. السلام عليكم ومرحبا بكم في زوم على الكرة. قبل ما نبداو الحلقة كنبغيو نقدموا التعازي الحارة ديالنا لضحايا فيضان مدينة اسفي اللي توفاو، الله يرحمهم والله يجعل المثوى ديالهم الجنة، والناس اللي فقدوا شي عزيز الله يصبركم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. زوم على الكرة. على بركة الله نبداو. المنتخب المغربي أول المتأهلين للدور النهائي من كأس العرب قطر 2025. دور النصف اللي لعبنا مع منتخب الإمارات، واللي صراحة منتخب اللي قوي واللي عذبنا بزاف بغض النظر على النتيجة ديال 3-0، حيت الشوط الثاني كامل عشنا على الأعصاب ديالنا حتى الدقائق الأخرين، ولكن الأهم حققناه هو الوصول للنهائي. ورجوعا لسيناريو المقابلة، طارق سكيتيوي دخل بالتشكيله الاعتياديه ديالو واللي ربحت المقابله الفايته ضد منتخب سوريا، بالرغم من العوده ديال حمد الله اللي كان في الاحتياط وبن شرقي اللي ما كانش واجد بدنيا. الشوط الاول اللي لعبوا المنتخب الوطني المغربي بدون مركب نقص، هو اللي كان مسيطر على الكره وداير ضغط عالي على لاعبي منتخب الامارات، واللي خنقهم وما خلاهمش يلعبوا داك اللعب ديالهم. شفنا مترابطات، شفنا مثلثات بين لاعبي المنتخب المغربي، بين حريمات، بين زحسوح، بين بولكسوت، بين طنان، تبارك الله كاين تنوع في الهجوم. كانوا اختراقات وكانوا عرضيات اللي استغليناهم احسن استغلال، واللي سجلنا منهم الهدف الاول في الدقيقه 27 واللي ماركاه اللاعب متالق البركاوي. بيت اللي عطانا الافضليه واللي خلانا نكملوا الشوط الاول باريحيه، واللي الضغط كامل خلينا على منتخب الامارات. على الكره. في الشوط الثاني تقلبات الايه، فمنتخب الامارات كان ضروري ما خصو يدير واحد رد الفعل، وصراحه مدرب منتخب الامارات دار الشوط الثاني اللي مزيان، واللي طلع البلوك ودار واحد الكثافه هجوميه اللي خلات الضغط كامل على دفاع المنتخب المغربي. طارق سكيتيوي اللي ما سكتليش في الدقيقه 73 غادي يدير واحد التغيير ثلاثي اللي غادي يقلب به الماتش بدخول بنتايق حمد الله والوافد الجديد المهديوي، تغيير اللي خلى المنتخب المغربي يتنفس واحد شويه ويلعب على الهجمات المرتده. الجول يدور عبد الرزاق حمد الله، صراحه لاعب اللي كنت كنتسناه يدخل، خصوصا من بعد الحمراء اللي خداها ومن بعد الانتقادات اللي قللت من القيمه ديالو، وهو الاسم ديالو فقط في دول الخليج راه كيرعب مدافعي الخصم. جوج ديال لي اون دو من حمد الله كانوا كافيين انه يعطي الباس ديسيسيف للمهديوي اللي ماركا الهدف الثاني في الدقيقه 82 واللي قربنا من النهائي. نفس اللاعب غادي يرجع في الدقيقه 91 من بعد باس ديسيسيف من بوكسوت كيسجل الهدف الثالث وهدف الخلاص وهدف التاهل للمنتخب الوطني المغربي. لاعب اللي كانت خاصها غير الثقه باش يرجع الفورمه، وكنتمناو ان هذه تكون غير البدايه وان الفينال يتفرقع حمد الله اللي كنعرفوا. المباراه النهائيه اللي غادي تجمع بين طرف افريقي اللي هو المنتخب الوطني المغربي وطرف اسيوي اللي غادي يكون واحد، يا اما منتخب السعوديه يا اما منتخب الاردن. نصف نهائي اللي غادي يتلعب في هذا الاثناء، واللي ذهنيا المنتخبات بجوج عارفين بان الفينال غادي يلقاو فيه المنتخب الوطني المغربي. فمبروك علينا التاهل النهائي، وما بقات الا خطوه باش نوصلوا للحلم. كان معكم وليد مذكور على قناتكم زوم على الكره. السلام عليكم.